النهارده هقولك على سر الكيكه اليوميه الهشه والمرتفعه من اول خلط المكونات لحد التسويه الصح ومن غير ما تهبط منك او تعجن او يكون فيها اي ريحه زفاره. ركزي معايا في الفيديو ده واوعدك بعد الفيديو ده هتكون الكيكه وصفتك الاساسيه والمعتمده. معايا 4 بيضات بدرجه حراره المكان و2 كوبايه ونص دقيق وكوبايه حليب دافي وكوبايه وربع سكر وكوبايه الا ربع زيت ومعلقه كبيره بيكنج باودر ونص معلقه صغيره فانيليا. عاوزاكم بقى تركزوا كويس قوي في الخطوات اللي انا هقولكم عليها علشان الكيكه معاكم تظبط وتطلع مرتفعه وتطلع هشه. اول حاجه نزلت بال4 بيضات وضربتهم بالمضرب اليدوي. انا مستخدمه المضرب اليدوي، ما استخدمتش خلاط، ما استخدمتش مضرب كهرباء. اللي حابب براحته طبعا، بس ده بالنسبه لي كانت سهله. ضربتهم كده ضربه خفيفه وبعد كده نزلت عليهم الكوبايه وربع سكر، والكوبايه وربع سكر يبقى السكر بتاع الكيكه يكون مظبوط. اللي حابب تكون مسكره شويه عن كده ممكن يضيف عادي. قلبتهم كويس قوي لحد لما حسيت ان خلاص الخليط بدأ يفتح مني، والافضل ان انا احط سكر تكون الحبيبات بتاعته تكون صغيرة علشان تدوب مني بسهولة. بعد ما قلبت كويس بقى والخليط افتح زي ما انتوا شايفين كده، نزلت بالكوبايه الا ربع زيت. انا كنت شايله مثلا حوالي 4 معالق من الزيت واستبدلتهم بسمنه، ودي كانت اول مره اللي انا اجرب اللي انا اعملها بسمنه ومش كتيره زي ما قلت لكم حوالي 3 معالق مثلا. انا كل مره بعملها بزيت وبتبقى حلوه قوي. حسيت المره دي السمنه تقيله شويه، فاللي حابب يعملها بزيت بس هتبقى افضل كتير. قلبتهم كويس لحد بقى لما لقيتهم هما الاتنين كده ما بقوش موجودين او الزيت عامه اختلط مع بقيه المكونات. نزلت معلقه صغيره فانيليا، ممكن تحطوا فانيليا سايله عادي زي ما انتوا عاوزين. وبعد كده بدات ان انا اقلب. هنا كنت حطيت الكوبايه لبن تكون دافي، بس هي ما اتصورتش معاكم، بس اهو باين ان انا حطيت اللبن. اهم حاجه يكون دافي، ما يكونش سخن قوي ولا يكون بارد، لان اللبن لما بنحطه دافي على الكيكه هيديها هشاوه وهيديها طعم كويس قوي. وزي ما انتم شايفين كده اول ما حطيت اللبن الدافي على المكونات تحسوا الخليط بقى يعني شويه قوامه اخف بكتير. جهزت بقى الدقيق بتاعي وكان 2.5 كوباية دقيق انا كنت نخليهم. انتوا لو شايفين ان الدقيق بتاعكم مش محتاج او ان هو نوعه كويس فعادي ممكن تحطوا من غير اي حاجه. انا حبيت اتاكد بس ان هو مفهوش اي كلاكيع او اي كور من الدقيق اللي هي بتبقى متكتله. بعد كده نزلت معاها معلقه بيكنج باودر، او لو موجود عندك كيك شيف هنحط برضو معلقه كبيره كده تكون هرميه، واقلبهم كويس في الدقيق. وهنحط برضو رشه ملح. هبدأ بقى ان انا اقسم الدقيق ده لجزئين، يعني جزء هحطه بعد كده اقلب لحد لما الدقيق يختفي معايا. يعني مش هياخد مثلا حوالي دقيقة او دقيقتين بالكتير قوي. اهم حاجة اتأكد ان الخليط كله ما بقاش الدقيق كله ما بقاش موجود في الخليط، وبعد كده بنزل بالجزء التاني وهكذا. الفكرة من كده ان انا لو حطيته مرة واحدة ممكن يتكتل مني او يبقى فيه كتل كده ماسكه في بعض، فانا عايزه اتجنب كل ده علشان الكيكه تطلع معايا هشه من جوه. هبدا بقى ان انا اقلب كويس كده لحد لما الدقيق يختفي معايا تماما، واي جناب طبعا فيها دقيق هنزلها كده وانا بقلب علشان لما اجي افضي الكيكه ما تبقاش فيها اي تكتلات او فيها اي كتل. ده القوام بتاع الكيكه، ولا خفيف ولا تقيل، وطبعا حسب نوع الدقيق. يعني لو حاسين ان الكيكه قوامها تقيل شويه فاحنا ممكن نزود شويه لبن، والافضل ان احنا نزود معلقه كبيره. يعني نزود مثلا معلقه ونرجع نقلب، ولو حسينا ان هي لا لسه فهنحط برضو معلقه تاني. هنا بقى كنت مجهزة صينية مقاس 30 او 28، او كمان ممكن تعملوها في قبات او اشكال بقى كتيرة بتبقى من الصواني اللي هي بتاعت الكيكة. طبعا ده اختياري زي ما انتوا حابين. كنت دهناها زيت او سمنة زي ما انتوا برضو حابين، وعاملاها بالدقيق. واهم حاجة برضو من الجناب علشان لما ترتفع في الفرن ما تلزقش منكم. في ناس كتيرة بتنسى الخطوة دي، يعني بتدهن من الارضية بس وبتنسى تعملها من فوق، يعني تدهن من فوق الدقيق والزيت. وطبعا الفرن يكون متسخن من قبليها. وبس كده بألف هنا عليكم. انا متأكدة ان انتوا لو جربتوا الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا وهتنسوا اي طريقة تانية. وما تنسوش بقى تجربوها مع اهلكم وحبايبكم، واتمنى ان انتوا تقولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات لما تجربوها.
وطبعا الافضل ان احنا بنسيب الكيكه لحد لما تبرد خالص وبعد كده نقطعها علشان نتجنب اي خطأ يعني ولا تفرول ولا حاجه، احنا عايزينها تطلع كامله كده. واهم حاجه علشان الكيكه ما تهبطش منك احنا بنسيبها في الفرن يعني لحد اول نص ساعه كده، احنا منفتحش الفرن خالص عشان نتجنب اي هبوط. زائد الفرن لما نيجي نحط الكيكه يكون شغال على درجه حراره 180.